كيف أتحصل على العلامة الكاملة في مواد الحفظ؟ كيف أدرس لمواد الحفظ؟ كيف لا أنسى ما حفظته؟ مرحبا بكم بفيديو جديد على قناتي. إذا كنت أول مرة تزور قناتي لا تنسى الاشتراك للتشجيع وشكرا. في فيديو اليوم راح أعطيكم نصائح لتحفظوا بسرعة وما تنسوا اللي حفظتوه. أولا، استعمال الهايلايترز ولكن لتحديد الكلمات المهمة، لا تقم بتلوين كل الجمل، واستعمل الألوان في كتابة الدرس فالدماغ يحب الألوان، كذلك تساعد على تحفيز الذاكرة والرغبة في الدراسة. ثانيا، أثبتت دراسات أن استعمال نفس العطر أو العلكة أو الاستماع إلى نفس الموسيقى أثناء الحفظ والمراجعة يساعد على سرعة تذكر المعلومات. ثالثا، تجنب شرب القهوة أثناء الدراسة، فمفعول القهوة لن يأتي في حين شربها، بل في الليل متأخر وقت النوم ستجد نفسك غير قادر على النوم. رابعا، إذا شعرت بالملل والوحدة أثناء الدراسة يمكنك مشاهدة فيديو Study with me أو أدرس معي على اليوتيوب، فيساعدك على تقسيم وقتك. عادة ما يدرسون 50 دقيقة ويرتاحون ل10 دقائق، ويكررون هذا التقسيم لأكثر من مرتين، وفي هذا الأثناء تجدونهم يضعون صوت قرآن أو مطر أو أغاني هادئة. خامسا، غير مكان دراستك والحفظ، فتغيير المكان سيجعلك تشعر براحة نفسية. كلما جلست ودرست في نفس المكان ستشعر بالملل السريع وعدم الرغبة في الدراسة. سادسا، إذا عدت من الدراسة ووجدت نفسك متعبا غير قادرا على المراجعة والحفظ يمكنك أخذ 20 دقيقة قسطا من الراحة والنوم لا أكثر، وذلك لتجديد طاقتك. سابعا، الحفظ في الصباح الباكر. أنا شخصيا طوال المرحلة الدراسية أقوم بالحفظ في الصباح الباكر، ففي الصباح يكون الدماغ فارغا وأخذ قسطا من الراحة، بذلك يسهل ويسرع الحفظ. يمكن النهوض على الساعة 5 أو يمكن الحفظ بعد صلاة الصبح. ثامنا، عليك بالمراجعة. يجب مراجعة كل ما حفظته بين الحين والآخر كي لا تنساه، فكلما كررت ما حفظته كلما تذكرته لوقت أكثر. تاسعا، يمكن استخدام الملخصات، كلما كانت الفقرة أقصر كلما كان حفظها أسرع، لكن يجب عليك الانتباه، ليس كل فقرة في الدرس يمكن تلخيصها، فهناك فقرات كلها معلومات مهمة، إذا يجب عليك الانتباه للمعلومات المهمة أثناء التلخيص. عاشرا، استعمال الأوراق أثناء الحفظ، وتجنب استعمال الحاسوب أو الهاتف أثناء الحفظ. من ناحية استعمالك للحاسوب يضر النظر ويؤلم الرأس، ومن ناحية ثانية ستجعلك تدخل إلى تطبيقات أخرى وبذلك تشتت انتباهك. 11، تحفيز نفسك. حفز نفسك مثل ما قل: إذا حفظت المنهج الأول سأخرج وأتنزه مع أصدقائي، أو سأزور أحد الأقارب، أو سأشتري شيئا أحبه. 12، تذكر أنك تدرس وتحفظ لتنجح في حياتك، لتكون عنصرا فعالا في المجتمع، وليحترمك الآخرين، ولتجعل والديك فخورين بك. آخرا، اقرأ القرآن، فالقرآن يبعث الطمأنينة في القلوب وينشط الذاكرة، وادع الله أن يسهل عليك في الدراسة. إن شاء الله تكونون كلكم من الناجحين المتوفقين الممتازين في الدراسة. إذا استفدتم من الفيديو اشتركوا بقناتي.